سلام. انا سميتي صلاح الدين، واليوم جيت نعاود لكم قصتي. فعمري 27 عام، ساكن مع الام والاب ديالي. عندي اختي كبر مني ومزوجه في واحد المدينه قريبه لينا. الاب ديالي خرج تقاعد وبقى كيشد طبعا الخلاص ديالو، ولكن الحمد لله الامور ديالنا بخير. حنا ساكنين في واحد الموبل، عندنا فيه جوج ديال الطبقات، الطبقه السفليه خاويه والطبقه الثانيه حنا ساكنين فيها. الاب ديالي فاش خرج تقاعد قالنا شنو بالكم نكريها ونستافدوا من داك الكرا ديالها. قلنا له مزيان الله يسخر. كان عنده واحد صاحبه، هاد صاحبه امام ديال الجامع. قالنا راه صاحبي فلان الفلاني طلب مني نشوف له شي كرا، وانا قلت له جي سكن معايا، باغي يقرب الجامع اللي كيخدم فيه. قلنا له مزيان مرحبا به. هاد صاحبه هذا يلا تزوج هادي عامين. المهم جاو سكنوا معانا. با كان عزيز عليه هاد صاحبه، با اصلا عزيز عليه رجال الدين كاملين، كيعجبو يمشي معاه يهضر معاه. المهم والمراه ما كناش كنسمعوا حساس، الصراحه كانت الامور بخير وعلى خير. حتى لواحد النهار جيت مع الظهر للدار باش نتغدى، كنسمع الام ديالي جالسه كتبكي. مالكيك لاباس؟ قالت لي راه الجاره ديالنا عيطوا لها شي ناس وقالوا لها راه راجلك في السبيطار دار كسيده، راه مشات مسكينه كتجري، وانا راك عارف ما لقيتش كيفاش ندير الحق عليها، راه كنت نتسناك غير انت ولا باكي تجيو باش نديوني لعندها. داكشي اللي كان. هزيت امي مشينا عيطنا لطاكسي، مشينا للسبيطار، كنلقاو المراه مسكينه جالسه كتبكي وحالتها حاله. بقينا كنصبروها وكنواسيوها وكنقول لها شوفي اختي راه ما عندك مناش تخافي، والبكا ما غادي يفيدك، ما غادي يفيدو، دعي معاه وان شاء الله يرجع بخير. هاد المراه هادي كان في عمرها تقريبا شي 28 عام، يعني كبر مني بعام، وما شاء الله زوينه. بقات كتبكي، ومهم جالسين كنواسيوها شويه هو خرج الطبيب. قلنا واش نتوما من العائله ديال المريض؟ ايه. قالنا البركه في راسكم. السيد جاتو الضربه قاصحه في الراس ومشى منه الدم بزاف، وللاسف ما قدرناش ننقذوه. غير سمعت المراه الهضره هذه مع الطبيب طاحت وبقات كتغوت وتضرب في وجهها. هزيناها جبناها للدار. امي بقات داك السيمانه كامله ديال العزو هي معاها لتحتها، ما كانش كتطلع نهائيا، مقابلاها وكتقابل مع الناس وكتواسيها، ما خلات ما دارت معاها. المهم دازت السيمانه، جا الاب ديالنا عندنا، كنا جالسين كنتغداو، قالنا شوفوا الراجل مات الله يرحمه، وانا هاد بنت الناس ما نقدرش نجري عليها ولا نقول لها خرجي تكري في بلاصه اخرى. قلنا له علاش؟ قالنا السيده مات والدها وهي صغيره، وشي ناس داوها للخيريه حيت ما عندها حتى شي واحد، امها وباها ماتوا في دقه واحده. فانا هاد صاحبي هذا راه كان قال لي بلي تعرف عليها وتزوج بها وهي يتيمه، وانا ما نقدرش نخرج هاد بنت الناس هادي. انا راجل دابا متقاعد، ما عرفتش نموت اليوم ولا غدا، وبغيت ندير هاد الحسنه هادي على الله وعسى تكفر لي داك الذنوب اللي درت وانا صغير وانا فاش كنت طايش. قالت له امي مزيانه الحاج، الله يجعلها صدقه مقبوله. المهم كان با مسكين كيتسخر لينا وتسخر ليها، يعني حنا كيجيب لنا السخره ديال 3 الناس هي كيجيبها لها بوحديتها، دائما مهلي فيها. واخا كانت كتبغي ترفض وكتقول له لا الحاج ما نثقلش عليكم، كيقول لها لا حشومه، راجلك كان فحال صاحبي، وحنا شنو الا ما درناش الخير في بعضياتنا، شكون يدير فينا الخير؟ بقات مسكينه كتدعي معاه ودائما كتدعي مع الوالده ديالي. المهم الام ديالي كان عندها مشاكل صحيه، يعني عندها روماتيز، عندها الطونسيون، عندها السكر، مسكينه ركبيها كيحرقوها، فما كيكون شي شغل ثقيل او لا خصها تجمع الدار ولا تهز الدار، كتطلع المراه وكتجمعها لها وكتقادها لها. نسيت ما قلت لكمش سميتها نرجس. المهم كتطلع نرجس كتقاد لها الدار، كتخمم لها، كتصايب لها كلشي. بصراحه فاش كنت كنشوفها مره عندنا في الدار، هي فاش كتطلع عندنا للدار كدير الخمار ديالها، السيده كتحمق ما شاء الله، واحد النور في وجهها ما عمري ما شفتو شي وحده. المهم صافي دازت الايام كلشي بخير، كلشي هو هذاك. حتى قرب العيد الكبير، كان باقي له شي يومين ولا 3 ايام. داك الساعه الاب ديالي عيط لي وعطاني واحد البرا، وهاد البرا هادي فيها الفلوس. قال لي غادي تلوحها من تحت البارطما ديال نرجس، من تحت الباب. قلت له علاش؟ قال لي شوف انا بغيتها باش تشري الحولي، وانا عرفت اذا بغينا نشريو لها حنا ولا نقولوا لها تعيد معنا غادي تحرج، انا ما بغيتش نحرجها، خليها ما تعرف شكون اللي دارها لها تما. قلت له واخا. مشيت حطيت، انا مشيت نرمي البرا تحت الباب وهي تفتح الباب. فتحت الباب وكانت لابسه واحد بيجامه طويله، وكانت مصايبه شعرها وطلقه وجايه كتحمق. قالت لي خويا صلاح الدين وتخبات مور الباب. قلت لها غير سمحي لي اختي، سمحي لي عافاك، راه الوالد ديالي عطاني هاد البرا وما بغاش يعطيها لك وجها لوجه،
وصافي قالت لي الله يكثر خيركم، وبصراحه نتوما ناس الله يعمرها دار، وانا ربي حرمني من مي وبا ومن راجلي وعوضني بكم نتوما. قلت لها ماشي مشكله اختي، الناس للناس وصافي. وطلعت كنجري حيت حشمت منها من تما. والصوره ديالها ما بغاتش تفارق لي من بالي. السيده زوينه بزاف ما شاء الله، الزين الشعر لاطاي كتحمق. المهم شنو كنفكر شنو ندير. مشيت نهضر مع الاب ديالي، قلت له شوف الوالد بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع مهم. قال لي ياك لاباس. قلت له شوف دابا انا عندي 27 عام وشاب وبغيت نتزوج. قال لي تزوج وما خدامش. نسيت ما قلت لكمش بلي انا فاش خديت الماستر ديالي بقيت كندفع للخدامي، ولكن ربي ما سهلش، باقي لحد الان كندفع للكونكورات حيت بغيت شي حاجه مع الدوله، ما بغيتش نتكرفس في الخاص. المهم قال لي ما غاديش تزوج دابا حتى تخدم، واش انا نصرف عليك ونصرف عليها؟ قلت له الله يهديك الوالد راني دابا شاب وعندي المتطلبات ديالي. قال لي لا والو، الراجل اول حاجه غادي يسولوك عليها الناس هي فاش خدام. شنو تقول لهم والديا كيصرفوا عليا؟ واش انت ترضى بمراتك تقول لك باك كيصرف علينا؟ لا انا ما بغيت حتى شي بنت الناس تنقص منك واخا تكون ما عرفتش كي دايره. المهم صافي قنعني بالهضره ديالو. من داك الايام وانا رجعت مره كندق عليها اختي، كنقول لها اختي واش محتاجه شي حاجه؟ الا احتاجيتي شي حاجه ما ترديش وقوليها لي وهادي كتقول لي واخا. واحد النهار عاوتاني قلت لها اختي ياك لاباس واش خصك شي حاجه؟ قالت لي ما خصني والو غير راسك كيحرقني الله يرحم بيا الوالدين ما كرهتكش تجيبي شي دواء تحرق الراس. مشيت جبتو لها، فجبت لها الدواء تحرق الراس، قبضت ورقه وكتبت فيها النمره ديالي. قلت لها هانتي ها النمره ديالي، قلت ما احتاجيتي شي حاجه غير صوني عليا. صافي مسكينه فرحات. دازت واحد اليومين ولا 3 ايام وانا كنشوف واحد الميساج من عند واحد النمره غريبه. قالت لي خويا صلاح الدين غير سمح لي صدعتك، انا نرجس، راه اليوم جاني انذار ديال الضوء. الاب ديالي حنا عندنا كل مكانه ديال البارتما بوحديتها، واقيلا نسى حيت مولف هو كيخلص كلشي، واقيلا نسى واقيلا لها حيت ما يمكنش هو ما يبغيش يخلص لها. قلت لها صافي انا غادي نقولها له. قالت لي عافاك ما تقولها لوش راني تقلت عليه، الا عندك غير شي حاجه باش تعاوني. قلت لها صافي انا غادي نخلصو صافي كوني هانيه. هبطت عندها خديت داك الانذار، خديت الوراق ديال الماء والضو ومشيت للوكاله ديال الكهرباء، مشيت خلصت لها الماء والضو ديالها باش ما يقطعوش. صافي من تما تضادت العلاقه ديالنا، رجعنا كانت ميساجه وبالسبه وبلا سبه. واحد النهار قالت لي خويا راه الروبيني كيقطر من الصباح وصراحه خايفه الدنيا ترول لي وما قدرتش نقولها لماما، ما خفت نتقل عليكم ولا شي حاجه. قلت لها صافي كوني هانيه. مشيت جبت بلومبي ودخلت عندها للدار، بقيت واقف معاه حتى خرج. فاش خرج البلومبي قال لي زعما المشكله ماشي شي حاجه، كان يمكن لها غنسه ولا هي تصوبها. حسيت بلي السيده كدير هكاك بالعاني باش نجي عندها. المهم هادشي هذا اللي زاد زعمني عليها اكثر. رجعت كنتمادى معاها في الميساجات، الصراحه انت زوينه، عويناتك زوينين، كتقول لي ربي يخليك، يعني ما كنحسش بالرفض من الناحيه ديالها اولا كيبقى فيها الحال. صافي زعمت بقيت كانت ميساجه معاها بصراحه انت كتعجبيني، كتقول لي حتى انت. السيده بقات غاديه معايا في الخط وانا ما كنكذبش عليها في داكشي اللي كنقول حقيقي. فهنا قلت لها بصراحه انا ما كرهتش تكون عندي معك شي علاقه. قالت لي حتى انا ولكن في الحلال. قلت لها شوفي انا الوالد ديالي دابا راه رافض الفكره ديال الزواج، وانا غير شفتك النهار اللي فتحتي لي الباب بشعرك راك حمقتيني. وفاش هضرت معاها قال لي لا الزواج دابا واخا ما قلتلوش انت، قال لي الزواج دابا حتى تخدم. قلت لها بصراحه ولكن انا ما قادرش، انا بغيتك وكنبغيك. وقالت لي صافي شنو بالك نتزوج ولكن بلا خبر حتى شي واحد، زواج عند العدول وبالشهود وبكل شيء، ولكن والديك ما يكونش في خبارهم حتى تخدم. قلت لها مزيانه. قلت لي ولكن كيفاش نبقاو نتلاقاو؟ قلت لها شوفي دابا واحد 3 ايام ولا 4 ايام عندنا واحد العرس في العربيه، العرس ديال واحد البنت من العائله، وغيكون تما عمامي وغادي يمشي با وامي وغادي يجلسوا تما شي سيمانه. شنو بالك حنا في هاد السيمانه هادي نكونوا تزوجنا وديك الساعات ندوزو احسن سيمانه لاله. قالت لي واخا. وبالفعل تسلت واحد النهار مشيت انا وياها للعدول، دبرت على واحد 2 صحابي كانوا شهود، تزوجت انا وياها. درنا في العقد بلي انا عطيتها 500 درهم، بصراحه انا ما عطيتها حتى درهم حيت ما عنديش. المهم وهي ما كان عندها حتى شي مشكل في هذا الشيء. تزوجنا وفاش سافر امي وبا للعربيه داك الساعات ما كنتش كنخرج من عندها داك السيمانه كامله، حتى من الماكله كنت كنطلبها غير الكلوفو كتجيني حتى للدار. ما نكذبش عليكم الا قلت لكم دوزت احسن سيمانه في حياتي، حسيت براسي في الجنه. البنت كتحمق بالزين ما شاء الله، عرفت شنو هو الزواج، حسيت بداك اللذه ديال الزواج، داكشي اللي ما كنتش كنعرفو رجعت كنعرفو.
المهم من بعد تسالات السيمانه ديال العسل ورجع الام والاب ديالي، ورجعت كنهبط عندها مره بتخبعيه عندك شي حد يسمعني، خصوصا ان امي وبا يعني شويه كينعسوا بكري، الناس كبارين، ما معايا شي واحد في الدار اللي غادي يعيق بيا. مره كنهبط عندها يومين 3 ايام كنهبط عندها. المهم عايشين بخير. من بعد ربي سهل لي الامور ولقيت الوظيفه اللي كنت كنحلم بها، دفعت لواحد الوظيفه والحمد لله ربي جاب التيسير. فرحوا لي والديا بزاف، هي ساقت الخبار فرحت، رجعت كل نهار كتقول لي وقتاش غادي تقول لوالديك باللي راك باغي تزوج بيا. كنقولها اليوم غدا اليوم غدا وانا كنتسنى غير امتى، يلا بديت خصني ناخذ شي كونجي باش نقدر ندير فيه الترتيبات ديال الزواج. كنقولها صافي كوني هانيه، والكونجي الاول ان شاء الله غادي نقولها لوالديا وغادي نهبطوا وغادي نخطبوك وغادي نتزوجوا وغادي نمشيو شهر العسل. قالت لي ما بغيت لا شهر العسل لا والو، انا بغيت الزواج ديالنا يكون قدام الناس، ما نحسش براسي مدخله شي واحد براني عندي للدار. واخا غير صبري يا حبيبه ديالي وهادي. رجعت السيده بدات كتهرب مني، يعني نهبط ندق عليها بتخبعيه ما كتبغيش تحل، كتقول لي وسير اخويا حتى تزوج بيا وديك الساعه تجي تدخل. المهم كنهضر معاها في التليفون كتعصب عليا، واش انت لقيتي مرا باطل، واش مزوج بيا باطل، وشنو فيها الا قلتي لوالديك. كنقولها غير صبري غير ناخذ غير كونجي. المهم بقوه الضغط اللي ضغطات عليا مشيت نهضر مع الاب ديالي، قلت له السلام الحاج كي داير لاباس؟ قال لي دخل ولدي بغيت نهضر معاك. قلت له انا بغيت نهضر معاك. قال لي شكون يبدا فينا الاول؟ قلت له شوف انا ما نتقدمش قدامك غير قول. قال لي شنو الموضوع اللي باغي تهضر معايا؟ باينه باغي تزوج العفريت. قلت له وياه الوالد انا بصراحه صافي توظفت وجيت نهضر معاك في هذا الشيء. قال لي وهذا الشيء اللي كنتسناك انا تهضر معايا فيه. عقلتي على السيمانه اللي مشينا فيها العربيه للعرس؟ قال له راه تما تلاقيت عمك وقدام الجماعه كاملين. قلت له ولدي غير توظف غادي نجيو نخطبوا بنتك امال. قلت له شنو هو؟ قال لي امال بنت عمك مالها اش خاصها، وراني خطبتها قدام الجماعه كاملين، امك شاهده وكلشي شاهد. لا بعافاك عافاك انا ما بغيتش نتزوج بنت عمي، انا ما كنبغيهاش. شوف اولدي دابا شوف ما يمصلحش تهبط لي راسك، انا من الاول كان عليك تقول لي كنبغي شي وحده. الله يهديك البر، هذاك النهار جيت وقلت لك باغي نتزوج، قلتي لي باغي تتزوج ولكن ما قلتيليش واش كتبغي شي وحده. صافي دابا واش انت تبغي طيح راس باك في الارض؟ الولد الوحيد اللي عندي واش بغيتي تكسر لك كلامي؟ لا ايوا صافي ودابا سمعني الله يرضي عليك، زوج بنت عمك وراك ما تلقاش ما احسن منها، درويشه وبنت الناس وغزاله مالك. هبطت راسي للارض وكنقول كيفاش غادي نقنعو يلاه كنفكر شنو غادي نقول له. هو ينطق قال لي وكاع سولتيني الخبر اللي عندي ليك؟ قلت له على ماشي هذا هو الخبر. قال لي لا عندي خبر اخر. واخا الوالد شنو هو هذا الخبر اللي عندك؟ انا قررت نتزوج. شكون اللي قرر يتزوج؟ انا. باك تهضر على راسك؟ مالي بنت لك شارف ولا شنو؟ انا بصح في الستينات من عمري، ولكن راه القلب شباب، وانت كتشوفني الحمد لله كل نهار كنمشي ندير الرياضه. اللي يشوفني ما يقولش عندي كاع 60 عام، يقول يلاه عندي 45 عام. قلت له واخا شكون هي هاد سعيده الحظ؟ قال لي مرت صاحبي. قلت له شكون صاحبك؟ قال لي صاحبي سعيد اللي مات. على ما كتهضر؟ كنهضر على نرجس. ابلي با واش كتهضر منيتك؟ ولدي والله الا كنهضر منيتي. الصراحه السيده بنت الناس ودرويشه ابا، ولكن هذيك راه انا كبر منها، هي كبر مني غير بعام، راه قدي. واخا قدك راها ارمله ومسكينه، راها ما تكرهش حتى هي شي راجل يسترها. واخا با وانت هضرتي بعدا معاها ما عرفتيها تقدر ما تبغيش. شكون اللي قال لك ما تبغيش؟ انا هضرت معاها. شنو قالت لك؟ قلت له ما قالت لي والو. قالت لي اللي قلتيها هي هذيك، انا موافقه الحاج. با واش نرجس قالت لك موافقه؟ هي قالت لي موافقه. مالك اخويا جيتيني غريب ووجهك صفار، مالك واش كان بان لك شارفته لهاد الدرجه؟ واخا وصراحتي امي شوف امك مرا كبيره وشحال وانا صابر عليها، واش مسكينه فيها الروماتيزم، الركابي كيحرقوها، الراس كيحرقها، النظر بدا يمشي. الله يسمح لي منها، ولكن راه صبرت بما فيه الكفايه. الام ديالك من تزوج بها والصحه ديالها على قد الحال، وحتى انا راجل وعندي متطلبات ديالي. الام ديالك في الاول غادي نخبي عليها، ولكن من بعد راه غادي نهضر معاها ونحطها امام الامر الواقع. غادي تعصب عليا ولكن غادي ترجع ترضى بامر الواقع. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف ولدي انا ما نكذبش عليك، انا دابا كنهضر معاك بحال صاحبي. انا بغيت نعيش الحياه ديالي اللي ما عشتهاش مع الام ديالك. الام ديالك من ديتها وهي قليله الصحه، بغيت شي وحده تدلعني تراعيني، كلشي فينا يرضي الله، ما غندير حتى شي حاجه حرام.
والام ديالك راه ما غاديش نفرط فيها نهائيا. انت ها انت غادي تزوج بنت عمك ياك وتسكن تحت باش تبقى قريب لامك، وانا غناخد مراتي ماشي غادي نكون لها قريب، نبقى ما غنمشي عند هادي ما غنمشي عند هادي، وراه ولدي صافي عندي ما نحكي عليك، راه شحال وانا عايشه انا وامك بحال الخواتات. اويلي راني راجل، واش بغيتيني ندير شي حاجه حرام خرجت من عندي عيطت في التليفون على ناري سمعت شي كلام اللي كيقول لي با قلتي داك عرض عليا الزواج وانا موافقه. كيفاش موافقتي وانت راك متزوجه بيا؟ هادشي علاش باغا نهضر معاك. شوف داك وعدني انه الا قبلت نتزوج بيه غادي يشري لي الطرف سميت وغادي يشري لي طوموبيل، وانت خويا تزوج بيك تسبق بحال الناس ما عطيتيه الخاتم ديال الاخر ما شريتيه. الله يرحم الوالدين دابا بغيت نمشيو نطلقو بسكات حتى واحد ما يسافر الدار باش نقدر انا نتزوج باك. الشريفه راه هادشي حرام، راه ميمكنش تجيبو ما بين الابن والاب. انت راه غنطلق منك واخا غتطلقي مني واخا نكون كاع راه ما يصلحلكش تزوجي بيه. شوف اخويا حلال وحرام كتعرفي كيفاش ما كيقولها لك عقلك. ما قلتيش حرام انني نتزوج بك السكات، ما قلتيش حرام انك تتزوج بيا تبقى تستغلني وانا مرا مسكينه ارمله وضعيفه وتلعب لي على نقطه الضعف ديالي وتزوج بيا بلا صداق بلا خاتم بلا اشهار بلا والو. شوف اخويا طلقني دابا السكات، الا كنتي راجل سير قولها لباك، سير باش توقع لي شي حاجه تسمى نصوت الله يا ربي الله على ما وقعت فيه. هذه القصه ديالي البنت اللي تزوجت بها في السر ديال ربي يسهل عليا بشي وظيفه ونقولها قدام الناس كاملين بغاها حيتاش هي كذبه وطلعها وافقت. دابا انا ما عرفتش هادشي اللي غادي ندير، واش الا طلقتها وتزوجت من الاب ديالي حلال؟ انا ما كنسول كيقولوا لي حرام، طبعا ما كنقولهمش القصه ديالي كنقولها لواحد صاحبي. ما عرفتش شنو غادي ندير، واش نصارح الاب ديالي؟ كنخاف غير نصارحو يصدق ساخط فيه ولا وقع له شي حاجه، خصوصا ان السيده عاجبه وداخله له العقل محمقه تفكر غير فيها الليل والنهار. شنو غادي ندير؟ كنخاف يوقع شي مشكل في الدار بسببي، كنخاف ان الاب ديالي يوقع له شي حاجه ولا الام ديالي يسخطوا عليا، ما عرفتش كنخاف عاوتاني نطلقها وتزوجنا في السكات واش غنبقى ديما نشوف مراتي مع الدار. ويلي تحت واحد الموقف لا أفسد عليه، كنتمنى انك تقولي لي عليك تقدري باش ندير واش نصارحو تقولي لي هاديها هي راه ما تبغيش تراجع، خصوصا من ندير لها الفرق مع الطوموبيل راه غدير لي مستحيل باش تديه. نفتو ما عرفت ما ندير، عارفه هاد الحدود فاقد راسي، ولكن ما كاينش كيتحدد ليا انا ندوز بالطاقم معها وحده ما طوال يهموها غير الفلوس. كانت هذه القصه ديالي، كنتمنى انكم تفيدوني تقولوا لي شنو ندير. سلام.